اهلاوي 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 وعلى 12 انا ناوي. اهلاوي 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 وعلى 12 انا ناوي. مبروك للاهلي. لغايه دلوقتي الفرحه مش ساعاني بصراحه. الاهلي حقق اغلى البطولات السنه دي. انا في رايي ده تاني اقوى بطوله للنادي الاهلي بعد رادس 2006 وجون ابو تريكه الشهير طبعا من شادي محمد لفلافيو ولعماد متعب لابو تريكه بشماله. فجرنا الملعب وبرده كان في الوقت الضايع، كان خلاص في الدقيقه 92. الاهلي عملها كده النهارده بس بدري شويه وحزمناهم اكتر من ربع ساعه. يعني الحكم حسب 8 دقايق وجبنا الجون قبلها ب 8 دقايق. 16 دقيقه يحزن الحزن. كانوا يستاهلوا بصراحه، يستاهلوا. اول ما شفت الضلمه اللي حصلت في الملعب والشماريخ والحكم ما بقاش شايف حاجه واللعب وقف 5 6 دقايق. اول ما شفت المترجي نازل، اول ما شفت اللعيبه خلاص ابتدت تستسهل الماتش قدام النادي الاهلي، قلت ان شاء الله هنكسب، وان شاء الله جون التعادل جاي وهنكسب بجون التعادل ده. وكان عندي احساس غريب ان عبد المنعم هو اللي هيحط الجون، واحساس اغرب ان علي معلول هو اللي هيصنع الجون ده. وسبحان الله اللي انتقدناهم من الماتش اللي فات وناس كتير انتقدتهم، طبعا رصيدهم كبير عندنا علي معلول بالاخص. طبعا انا فرحان جامد جدا لعلي معلول. علي معلول قعد يعيط بعد الماتش وكان يعني منهار. الضغط طبعا عاش ضغط كبير جدا اسبوع. علي معلول كان بيشيل كور من جوه المنطقه النهارده ما شاء الله عليه، بيرجع وسبرنتات وحاجه ملوش حل. وقعدوا يقولوا كبر. مين اللي كبر يا ابني؟ علي معلول ده ما شاء الله عليه هيكمل معانا لسه قدام كام سنه كده ان شاء الله، وهيعتزل في النادي الاهلي باذن الله. هو ابن واحد من ابناء النادي الاهلي، احنا حاسينه كده وهو حاسس بكده. فالحمد لله الفرحه كانت كبيره. تاني اغلى بطوله للنادي الاهلي زي ما قلت. بعد كده تيجي البطوله اللي فزنا فيها على البليله 2-1 اللي قالوا عليه نهائي القرن. لا انا برجع واقول نهائي القرن هو ده، هو الاهلي والوداد. فريق كسبناه 5 مرات وهو كسبنا 3 مرات وتعادلنا مع بعض 5 مرات. في تنافس افريقيا، لكن فريق عمره ما كسبنا في افريقيا ويقعدوا يقولوا نهائي القرن وكنا المفروض نكسب والكلام ده كلام فاضي. كلام فاضي. الزناطير بيقولوا. انا بعلنها من هنا، مش هرد على اي زنطور. هم عارفين نفسهم. يعني في جماهير الزمالك المحترمه اللي بيفهموا كوره، اللي بتقعد تتكلم معاهم، دول على دماغي من فوق وبقعد اتكلم معاهم وبنتناقش وبيقولوا هنا وبنتكلم. لكن الزناطير اللي عارفين نفسهم بتوع الجليله مش هرد على اي زملكاوي تاني خلاص. يعني من هنا ورايح حتى لو لقيت الزملكاوي ده مش هرد عليه لانه خلاص ما عندوش حاجه، حتى لو قال بقى مع نفسه. فالحمد لله المكسب النهارده نفس طريقه اللعب الزباله بتاعت شمال افريقيا، هي نفس الطريقه بتاعتهم، ما بيتعلموش. يعني غيرهم ده يلعب الماتش 90 دقيقه، العب ال 90 دقيقه كامله. لكن كل دقيقه ابص الاقي واحد منهم واقع في الارض بيموت. ايه يا جدعان؟ مش كده. نفس الطريقه ما بتغيرهاش وبتتغلبوا كل مره والاهلي يحط عليكم كل مره اضربك على قفاك. طب ليه؟ ما انت ممكن تلعب باحترام وبنظافه لغايه اخر دقيقه في الماتش واحترمك واشيلك فوق دماغي. عزيز اللي طالع زعلان عشان الشناوي بينتقد السنه اللي فاتت واللي حصل. لا حقه ان هو ظلمنا السنه اللي فاتت. اتغلبنا كوره مش هتكلم، بس رايحين مغلوبين. يعني الاهلي السنه اللي فاتت رايح مغلوب. اللي حصل من الاتحاد عندنا فساد، وحصل عندهم طبعا يعني قمه قله الادب ان الماتش النهائي يتلعب ويتحدد في المغرب والطرف بتاعه الثاني هو الوداد. كان قله ادب. فالشناوي عليه الكلام الصح، لكن عزيز ده مش عارف كان زعلان قوي بس رجع برضه صلح الكلام. وائل جمعه ما سكتلوش برضه بصراحه. وكانوا قاعدين يرزوا فيه طول البرنامج. لكن في المجمل زي ما السيتي امبارح لعب وكسب وهو ما كانش بصراحه يستحق الفوز. الاهلي النهارده في الشوط الاول ما كناش نستحق الفوز، لكن الشوط الثاني لا. تغييرات كولر مدرب جامد بقى، واقعي من بعد ماتشات كاس العالم وبعد الماتشات الاولانيه في افريقيا في دور المجموعات. الراجل بقى واقعي وعرف القماشه اللي معاه ازاي وعرف يشكل الفريق صح. الاهلي ما شاء الله بيلعب دلوقتي مفيش اصابات كتير. اللعيب اللي بينزل احتياطي زي
اللي موجود في الملعب الاساسي. عندنا 3 حراس مرمى، اعلى 3 حراس مرمى في مصر من الاخر. الطبيعي ان روي فيتوريا يختار الشناوي وبعديه علي لطفي وبعديه شوبير، هم دول ال3 حراس بتوع منتخب مصر. المجامله بقى اللي بتحصل كل مره خلاص مش مشكله، لان الشناوي كده كده هو حارس مرمى منتخب مصر الاساسي. لكن الطبيعي اعلى 3 حراس عندنا في مصر هم الشناوي، علي لطفي، وشوبير بالترتيب كده، ما بنحسش باي فرق. ما شاء الله شوبير بيلعب نهائي افريقيا لاول مره في تاريخه، بيلعب ماتش في افريقيا بيتالق، وخد 10/10 في الماتش ده، في ماتش القاهره. الشناوي ما شاء الله عليه. علي لطفي لما بينزل ما بحسش ان الشناوي غايب، ما بحسش باي حاجه، موجود. فما شاء الله عندنا حراس مرمى قوي جدا. عندنا الدفاع ما شاء الله، عبد المنعم، ياسر، متولي، رامي ربيعه، خالد عبد الفتاح، محمد هاني، علي معلول، كل الدفاع عندنا مكتمل، احسن دفاع في افريقيا. احنا دخل فينا 3 اجوان يعني من بعد دوري المجموعات دخل فينا 3 اجوان بس، ما شاء الله. عندك خط نص، احسن خط وسط في افريقيا بالكامل، حمدي فتحي، اليو ديانج الدبابه النهارده شال خط النص في الشوط الثاني كله، ما شاء الله عليه، ملوش حل اليو ديانج. وكان عنده انذار وكان بيلتحم وكان ما شاء الله. عمرو السوليه، عندك القندوسي ومروان عطيه، خط نص تفجر بيه الدنيا. واكرم طبعا لما يرجع برضه، اكرم ما شاء الله بيلعب في خط النص ملوش حل، اكرم توفيق. فعندك خط نص تحارب بيه. عندك هجوم قوي عايز يتطور وما يضيعش جوان، لان بنضيع الفتره الاخيره دي، بنضيع فرص رهيبه. النهارده كان ممكن نكسب الوداد 3-4، الماتش اللي فات برضه في القاهره كان المفروض نكسب الوداد 3-4، بنضيع كتير. عندك حسين الشحات راجع بمستوى قوي جدا ما عدا ماتش النهارده. عندك طاهر محمد طاهر هيرجع للفورمه وهيلعب. بيرسي تاو في فورمته بقاله فتره كبيره. عندك شريف وكهربا، فمش عايز انسى ناس كتير. لا الاهلي عنده سكواد رهيب، بس عايزين مهاجم قوي. يعني الاهلي محتاج مهاجم قوي جدا، حاجه كده زي ماريجا بتاع الهلال، موليكا، يعني حاجه كده من النوعيه اللي يبقى ليه تقله قدام. يعني شفنا، انا مش عاجبني طبعا اللعيب السنغالي اللي بيلعب في سامبو ده ولا سيمبا مش عارف اسمه ايه، بيلعب في الوداد، بس قوي، يعني قوي ومحطه تقدر تسند عليها، واكيد بيجيب جوان برضه. فاحنا محتاجين مهاجم قوي في النادي الاهلي، فيرويد. لازم النادي الاهلي يفكر وياخد قرار، وان شاء الله السنه الجايه يكون معانا حد جامد جدا عشان يدخل معانا في كاس العالم انديه. مانشستر سيتي بعت لنا مبروك يا جدعان وهنقابلكم في السعوديه. يا طب اهدوا علينا شويه، يعني نفرح بالبطوله دي، تدونا كده مره واحده كرباج كده يا قط. مستنيينكم في السعوديه ان شاء الله. ماشي يا عم مانشستر، الله يبارك فيك يا عم، وهنشوفكم ان شاء الله في السعوديه باذن الله. فربنا يكرم. هختم الفيديو واقول كلمه ل 12 يا اهلي، احنا طماعين، هو جمهور الاهلي كده طماع طول عمره، هنعمل ايه؟ طماعين في البطولات، احنا ما بنشبعش بطولات. يخلص الدوري عايزين الدوري اللي بعديه، تخلص افريقيا عايزين البطوله اللي بعدها. هو ده النادي الاهلي، هو ده اتعودنا عليه كده. وان شاء الله ال 12 باذن الله مش هتخرج عن الاهلي. وكاس العالم للانديه اللي جاي ده ان شاء الله الاهلي ياخد فيه مركز جامد جدا باذن الله. يا رب الفيديو يعجبكم، ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي باذن الله مع اهلاوي مبروك للاهلي ال 11. السلام عليكم.